عامل ايه يا ابو الصحاب؟ يا رب تكون كويس. جنون وغضب جماهير الزمالك بعد التعادل مع بلدية المحلة وهزيمة الأهلي من مودرن فيوتشر. لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك. واخيرا ورسميا الحمد لله الدوري المصري بينتهي. في لسه مباريات بس بالنسبه للزمالك والاهلي والمربع الذهبي يعني انتهى. زي ما انت شايف في العنوان كده قدامك يا ابو الصحاب، الزمالك بينهي الدوري في المركز السادس. ما تتخضش، دي الحقيقه، انا عارف وهفهمك ازاي. ده حتى الاهلي غلاسته يوم ما هيخسر ماتش، خسر ماتش طلعني من المربع الذهبي. هفهمك اللفه دي، هفهمك واحده واحده. نيجي نبص على ترتيب الدوري المصري. احنا موجودين دلوقتي في المركز الثالث، خلصنا كل المباريات 34 مباراه. تيجي تبص النقاط، انا معايا كام؟ 56 نقطه. هيتخصم منهم 3 بونت بسبب الانسحاب بتاع النادي الاهلي. انا خسرت 3 بونت، وفي 3 بونت بيتخصموا نهايه الموسم، يعني الزمالك هيبقى معاه كام نقطه؟ 53 نقطه. نيجي نبص مين كده في المركز الرابع 54 نقطه؟ فيوتشر اللي الاهلي اللي هو مودرن سبورت، يعني الاهلي جاي يخسر دلوقتي، اداله 3 يعني جه خد 3 بونت. هاجي انزل تحت ال 54. فين اخر ال 54؟ المركز الخامس سموحه 54 نقطه. فانا هكون في المركز السادس ب 53 نقطه. ولسه المصري كمان يا ابو الصحاب هيلعب مباراه، يعني انا ممكن ابقى السادس الخامس السابع، يعني خلاص. يعني انا لو ما كنتش كسبت الكونفدراليه كنت هبقى في المركز السادس. انت مستوعب معايا؟ المجلس ده باللي بيعمله، بحركاته، بملفاته، بكل حاجه عملها، الزمالك بيفنش الدوري في المركز السادس مع بلديه المحله. حطني حله، لبسني حله. انا بتعادل مع بلديه المحله. بلديه المحله اللي هبط خلاص، ويا ريته بس تعادل. انا عايز طوب الارض يجمع معايا، عايز طوب الارض عشان الناس النهارده اللي بتتريق على النادي الاهلي، الناس اللي بتتريق على النادي الاهلي، بتقول النادي الاهلي اتغلب من فيوتشر. يا ريت الناس كلها تتبعني، توصل لي هنا، تجيلي، توصل اللايف لكل حته. انا عايز الناس يا جماعه بعد اذنكم يا جماعه، الناس توصل الاشعارات، الناس توصل الاشعارات وتشير اللايف وتوصل التفاعلات عشان كل الناس تجمع يا جماعه. عشان النهارده الواحد فيه كلام عنده كتير قوي عايز يتكلمه، في كلام في قلبه عايز يقوله، فعايز الناس توصل لي. ما هو الناس لازم تعرف الحقيقه. ما احنا مش هنقعد كده، مش هنقعد النهارده عايشين علشان نتغلب من المقاولين اللي هبط ونتعادل مع بلديه المحله اللي هبط. مش هقول بيصارع على الهبوط، الكلام ده في اول الدوري لما كنت بتغلب من فرق. لا كده بقى، وابدا قول معايا. النهارده كان في ماتشين مش هتكلم عنهم لان انا حتى ما شفتش الماتشين دول بنسبه يعني 90 دقيقه، ما شفتهمش لا هنا ولا هنا. الزمالك والبلديه، الاهلي ومودرن سبورت. الزمالك بيتعادل مع البلديه 2-2 بعدما تقدم البلديه، ثم تعادل شيكا بهدف ماركة شيكابالا، ثم احرز ناصر منسي هدف وتقدم الزمالك. المفروض بقى خلاص، لا، البلديه بيرجع بيتعادل معانا 2-2 بعد هزيمه امام كنا خسرنا من المقاولين، وبعدين خسرنا 3-1 الماتش اللي فات. كنا بنلعب مين؟ والله نسيت. انت متخيل ان انا نسيت؟ انبي تقريبا كانت انبي ولا كانت مين؟ ولا الاهلي اللي كان بيلاعب انبي؟ كنا بنلعب طلائع الجيش تقريبا وخسرنا من طلائع الجيش 3-1. ما علينا. الاهلي الناحيه الثانيه بيخسر امام مودرن سبورت بنتيجه 2-1. او ثاني للبلديه، يسجل البلديه هدف التعادل. طب ليه يا بلديه؟ طب ليه التعادل؟ طيب ما احنا كنا كسبانين. هو الاهلي يتعادل وما احنا كمان متعادلين؟ طب وليه؟ ليه؟ انت استفدت كده ايه؟ قول لي. انت مش هبطت يا عم؟ هتستفاد حاجه بالنقطه دي حضرتك؟ انا هنحفل ازاي دلوقتي انا بقى؟ ايه الجول ده اصلا؟ ايه الاهداف اللي بتخش فينا؟ الاهداف العالميه دي من فرق هابطه. كامل الاحترام للبلديه، الواحد زعلان والله ان البلديه هبط، كان نفسنا نشوف ديربي المحله، بس انا مالي؟ ذنبي ايه؟ في يا اخوانا مش كده. يا جدعان لعيبه مودرن فيوتشر بيحتفلوا بالمكسب، قسما بالله محسسني ان هم خدوا الشامبيونز ليج.
خدوا يعني انت متخيل المكسب، انت متخيل فرحه المكسب ان هو كسب الاهلي؟ يعني حتى لو الاهلي هو بيلعب بناشئين وبيلعب اساسا ماتش تحصيل حاصل والماتش مش فارق اساسا، ولا هو اساسا هيفرق معاه ان هو يعني في مودرن فيوتشر ده كسب الاهلي مثلا، هو مش هيكسب الكونفدراليه بالمكسب ده، ولا الاهلي خسر الدوري بالمكسب ده، ولا الزمالك كسب بلديه المحله بالمكسب ده. انا بشوف فريقين، فريق بيلعب بناشئين والفريق التاني بيلعب بالمنتهيين. والله العظيم يا جماعه، والله قمه الضحك الليله. يعني بص، هي المفروض اهلي والزمالك ده قمه، لا هو في قمه ضحك، قمه ضحك، بس هو الاهلي لا يلام والزمالك لا يلام. انا مش عارف هو في ايه بالظبط، انا مش عارف ايه بالظبط. يعني لا فريق عارف يكسب البلديه. طب يا ابني هو الاهلي خسر خلاص، الاهلي خسر خلاص يا عم. يعني جمهور الاهلي من حقه بقى خلاص بعد 22 23 ماتش عادي. احنا بنلعب بالناشئين وبنلعب بمصطفى مخلوف حارس مرمى، فالطبيعي والمنطقي ان انا بلاعب فريق زي مودرن سبورت، ده فريق اساسا بيلعب كونفدراليه كل سنه ومن المربع الذهبي كل سنه، فالطبيعي والمنطقي ان هو يكسب الناشئين بتوعي عادي جدا. انما انت يا ابني يعني احنا بنتعادل مع بلديه المحله على اساس ايه؟ يعني انت بتتعادل مع بلديه المحله على اساس ايه؟ انت بتلعب بمحمد اشرف رؤى وبتلعب بمصطفى الزناري وبتلعب بشيكابالا. خسرت صح؟ انت كنادي اهلي خسرت صح؟ انت كواحد من جماهير النادي الاهلي ان المسرحيه دي دخلت عليك صح؟ عايزين نادي السوبر مش جاي برضه. شوف مش جاي برضه، خسرت ومش هاجي السوبر برضه. ده جر رجل يا زميلي، ده اسمع مني، ده اسمه جر رجل النادي الزمالك، مفيهاش كلام تاني، ده جر رجل. علشان خاطر ايه ده بقى؟ النادي الاهلي خسر مستواه ضعيف تعالى بقى يا زمالك في السوبر مش جاي برضه. لو خسرت 9 برضه مش جاي، لو خسرت 12 كده مش جاي برضه، ده تمويه. انا مش عارفك، لا انا عارفك وحافظك وصمك. هو انت كده بقى دخلت عليا بقى المسرحيه الهزليه دي صح؟ قلت لكم انا حاسس ان السيناريو ده هيحصل. يا سبحان الله، يا سبحان، الترابيزه اتقلبت يا جماعه. بدل ما الزمالك كان خسران بقى كسبان، وبدل ما الاهلي كان كسبان بقى خسران. يختي 180 درجه الزمالك اتعادل. هدف التعادل. يعني انا عمال اقطع في الاهلاويه وعمال احط على الاهلاويه، والحكم اداهم 10 دقايق وقت ما انا ضايع، احنا ممكن يكسبوا فيهم وانا بتعادل. يختي والله، ما هقعد اقول يا حزن الحزن انا ياما يختي وخلاص. يختي على حظ المنيل والمهبب والمقندل. يعني شيكابالا موجود بنخسر وبنتعادل، مش موجود بنخسر وبنتعادل. هو العيب في مين؟ العيب فينا ولا العيب في التلفزيون ولا العيب في اللعيبه ولا العيب في الريموت ولا العيب في مين بالظبط؟